السلام عليكم اهلا متابعين. النهارده هنعمل نحول البلح الناشف الجاف بتاع رمضان ده لعجوه. الاول بنكسر البلح تكسيره كويسه وبنشطفه شطفه كويسه، واللي بنلاقيها مسوسه من جوه بنرميها وبنتلاشاها، وبعد كده بننقع البلح نص ساعه كده في الميه عشان يطرى معانا ونقدر نتعامل معاه ونحول البلح اللي هو الرمضاني ده لعجوه. تابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده بنزل بالبلح بتاعي عشان لو في شويه تراب ورمله او اي حاجه بغسله غسله كويسه، وبعد كده بننقعه في ميه لحد ما يطرى عشان يسهل عليه عمليه اللي انا بحوله لعجوه. نقعت البلح نص ساعه لما طبعا ما صبنت المواعين وصفيت الحوض وتمام التمام. قلت بقى نكون خدت تنقيعته، وحطيت له كوبايتين من ميه، وهنحط قلوص كده كوبايه سكر ناشف، لان طبعا احنا مش هنعتمد على حلاوه البلح ده، مش بيبقى حلو زي العجوه طبعا. وهسيبه يؤثر على النار على ما اصلي العشاء ونعمل احلى عجوه. شايفين كده بقى البلح بدا يتاثر على النار، وهديت عليه النار كده على النار هادي لحد ما كل البخار ده يصفى، والميه اللي حوالين احنا حاطين كوبايتين الميه دول يصفوا، ويكون شرب من السكر والسكر اتبلور. بعد كده نحط له معلقه سمنه او زبده. بقى عندك زبده حطي، عندك سمنه بنكهه الزبده زي دي اللي هي السمنه قلت اللي هي جنه اللي هي بنكهه الزبده النيوزيلندي. لو لقيتها مش بنفس النكهه ما كنتش عملتها، كنت عملت انا فعلا عندي زبده، بس انا هعمل بالسمنه دي كده لان هي فعلا طعم الزبده النيوزيلندي اللي احنا بنعمل بيها فعلا يعني حرفيا. فانا عشان كده شغاله بيها، وهسيبها بقى ريحتها. بص اول ما طلعت ما حطيتها ريحتها والله طلعت عليا، وهسيبهم يقصروا على النار كده لحد ما البلح يتهري ويتهرس، وبعد كده نحوله بقى لعجوه. شايفين البلح بدا يتحول للون العجوه كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسيب بقى لحد ما النار خالص الميه دي خلاص تتكثف، وبعد كده هنبدا نروح ضاربينه في الكبه. بس انا خايفه المره دي الكبه تتحرق، المره اللي فاتت اتحرقت وانا بعمل. ونسيت اقول لكم على حاجه، السكر مش بيتبلور، السكر بيبوش. اصل انا غلطت في كلمه ان هو بيتبلور، لا ما بيتبلورش، السكر بيبوش. تمام. شوفوا اللون كده بدا يتغير ويبقى يدي لون العجوه. لما يأثر بقى خلاص على النار وتصفى الميه هنبتدي نفرم. اخر مرحله بقى هي زي ما انتم شايفين كده خلاص نشفت من الميه فيها تماما، وهنبتدي بقى نفرمها في الكبه وتهدى بقى ونحطها في الفريزر في اكياس. وممكن تحطي عليها سمسم لو حابه، في ناس بتحط عليها سمسم، فانا بستكفى بقى بالعجوه، والسمسم بقى بستعمله في المعجنات طبعا. افرميها بقى يا بالكبه بالهرسه. انا قعدت بقى انا خفت لحسن اعملها بالكبه زي المره اللي فاتت حرقت لي الكبه. وبعد كده خلاص بتحبيها بقى في الاكياس وتشيليها في الفريزر وتحفظيها. يلا ده كان فيديو النهارده عن احلى عجوه. هنعبيها بقى ونكيسها بس لما تهدى شويه ونشيلها بقى. حابه تحطي سمسم في قلبها مفيش مشكله. السلام عليكم اهلا متابعين. النهارده هنعمل نحول البلح الناشف الجاف بتاع رمضان ده لعجوه. الاول بنكسر البلح تكسيره كويسه وبنشطفه شطفه كويسه، واللي بنلاقيها مسوسه من جوه بنرميها وبنتلاشاها، وبعد كده بننقع البلح نص ساعه كده في الميه عشان يطرى معانا ونقدر نتعامل معاه ونحول البلح اللي هو الرمضاني ده لعجوه. تابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده بنزل بالبلح بتاعي عشان لو في شويه تراب ورمله او اي حاجه بغسله غسله كويسه، وبعد كده بننقعه في ميه لحد ما يطرى عشان يسهل عليه عمليه اللي انا بحوله لعجوه. نقعت البلح نص ساعه لما طبعا ما صبنت المواعين وصفيت الحوض وتمام التمام. قلت بقى نكون خدت تنقيعته، وحطيت له كوبايتين من ميه، وهنحط قلوص كده كوبايه سكر ناشف، لان طبعا احنا مش هنعتمد على حلاوه البلح ده، مش بيبقى حلو زي العجوه طبعا. وهسيبه يؤثر على النار على ما اصلي العشاء ونعمل احلى عجوه. شايفين كده بقى البلح بدا يتاثر على النار، وهديت عليه النار كده على النار هادي لحد ما كل البخار ده يصفى، والميه اللي حوالين احنا حاطين كوبايتين الميه دول يصفوا، ويكون شرب من السكر والسكر اتبلور. بعد كده نحط له معلقه سمنه او زبده. بقى عندك زبده حطي، عندك سمنه بنكهه الزبده زي دي اللي هي السمنه قلت اللي هي جنه اللي هي بنكهه الزبده النيوزيلندي. لو لقيتها مش بنفس النكهه ما كنتش عملتها، كنت عملت انا فعلا عندي زبده، بس انا هعمل بالسمنه دي كده لان هي فعلا طعم الزبده النيوزيلندي اللي احنا بنعمل بيها فعلا يعني حرفيا. فانا عشان كده شغاله بيها، وهسيبها بقى ريحتها. بص اول ما طلعت ما حطيتها ريحتها والله طلعت عليا، وهسيبهم يقصروا على النار كده لحد ما البلح يتهري ويتهرس، وبعد كده نحوله بقى لعجوه.
شايفين البلح بدأ يتحول للون العجوة كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسيب بقى لحد ما النار خالص المية دي خلاص تتكثف، وبعد كده نروح ضاربينه في الكبة. بس انا خايفة المرة دي الكبة تتحرق، المرة اللي فاتت اتحرقت وانا بعملها. ونسيت اقول لكم على حاجة، السكر مش بيتبلور، السكر بيبوش. اصلا انا غلطت في كلمة ان هو بيتبلور، لا ما بيتبلورش، السكر بيبوش. تمام. شوفوا اللون كده بدأ يتغير ويبقى يدي لون العجوة. لما يأثر بقى خلاص على النار وتصفى المية هنبتدي ايه نفرم. اخر مرحلة بقى هي زي ما انتم شايفين كده، خلاص نشفت من المية فيها تماما، وهنبتدي بقى نفرمها في الكبة وتهدى بقى ونحطها في الفريزر في اكياس. وممكن تحطي عليها سمسم لو حابة، في ناس بتحط عليها سمسم، فانا بستكفى بقى بالعجوة والسمسم بقى بستعمله في المعجنات طبعا. افرميها بقى يا بالكبه بالهرسه. انا قعدت بقى، انا خفت لحسن اعملها بالكبه زي المره اللي فاتت حرقت لي الكبه. وبعد كده خلاص بتحبيها بقى ايه في الاكياس وتشيليها في الفريزر وتحفظيها. يلا ده كان فيديو النهارده عن احلى عجوه. هنعبيها بقى ونكيسها بس لما تهدى شويه ونشيلها بقى. حابه تحطي سمسم في قلبها مفيش مشكله. ده كان فيديو النهارده عن تحويل البلح الناشف المجفف اللي هو بتاع رمضان لعجوه. زي ما انتم شايفين العجوه طريه ازاي، شايفين ازاي الطراوه اهي. دي هنعمل بقى بيها هنعمل بيها كعب غزال، وهنعمل بيها قرص، وهنعمل بيها كل المعجنات بقى اللي هي بتستخدمي فيها العجوه، او كحك او معمول، اي حاجه بقى، اي حاجه بقى، اي نوع ما. حابه تحطي سمسم حطي، حابه تسيبيها كده ساده زي ما انتي عايزه، او زي ما انتم شايفين الطراوه اهي. يلا كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. ده كان فيديو النهارده عن تحويل البلح الناشف المجفف اللي هو بتاع رمضان لعجوه. زي ما انتم شايفين العجوه طريه ازاي، شايفين ازاي الطراوه اهي. دي هنعمل بقى بيها هنعمل بيها كعب غزال، وهنعمل بيها قرص، وهنعمل بيها كل المعجنات بقى اللي هي بتستخدمي فيها العجوه، او كحك او معمول، اي حاجه بقى، اي حاجه بقى، اي نوع ما. حابه تحطي سمسم حطي، حابه تسيبيها كده ساده زي ما انتي عايزه، او زي ما انتم شايفين الطراوه اهي. يلا كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا متابعين. النهارده هنعمل نحول البلح الناشف الجاف بتاع رمضان ده لعجوه. الاول بنكسر البلح تكسيره كويسه وبنشطفه شطفه كويسه، واللي بنلاقيها مسوسه من جوه بنرميها وبنتلاشاها. وبعد كده بننقع البلح نص ساعه كده في الميه عشان يطرى معانا ونقدر نتعامل معاه ونحول البلح اللي هو الرمضاني ده لعجوه. تابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده بنزل بالبلح بتاعي عشان لو في شويه تراب ورمله او اي حاجه بغسله غسله كويسه. وبعد كده بننقعه في ميه لحد متر عشان يسهل عليه عمليه اللي انا بحوله لعجوه. نقعت البلح نص ساعه على طبعا ما صبنت المواعين وصفيت الحوض وتمام التمام. قلت بقى ايه نكون خدت تنقيعته، وحطيت له كوبايتين من ميه، وهنحط قلوص كده كوبايه سكر ليها شيف، لان طبعا احنا مش هنعتمد على حلاوه البلح ده، مش بيبقى حلو زي العجوه طبعا. وهسيبه يؤثر على النار على ما اصلي العشاء ونعمل احلى عجوه. شايفين كده بقى البلح بدا يتاثر على النار، وهديت عليه النار كده على نار هاديه لحد ما كل البخار ده يصفى، والميه اللي حوالين اللي احنا حاطينه كوبايتين الميه دول يصفوا، ويكون شرب من السكر والسكر اتبلور. بعد كده نحط له معلقه سمنه او زبده بقى. عندك زبده حطي، عندك سمنه بنكهه الزبده زي دي اللي هي السمنه قلت اللي هي جنه اللي هي بنكهه الزبده النيوزيلندي. لو لقيتها مش بنفس النكهه ما كنتش عملتها، كنت عملت انا فعلا عندي زبده، بس انا هعمل بالسمنه دي كده لان هي فعلا طعم الزبده النيوزيلندي اللي احنا بنعمل بيها فعلا يعني حرفيا. فانا عشان كده شغاله بيها. وهسيبها بقى ريحتها، بص اول ما طلعت ما حطيتها ريحتها والله طلعت عليا. وهسيبهم يقصروا على النار كده لحد ما البلح يتهري ويتهرس، وبعد كده نحوله بقى لعجوه. شايفين البلح بدا يتحول للون العجوه كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسيب بقى لحد ما النار خالص الميه دي خلاص تتكثف، وبعد كده نروح ضاربينه في الكبه. بس انا خايفه المره دي الكبه تتحرق، المره اللي فاتت اتحرقت وانا بعملها. ونسيت اقول لكم على حاجه، السكر مش بيتبلور، السكر بيبوش. اصلا انا غلطت في كلمه ان هو بيتبلور، لا ما بيتبلورش، السكر بيبوش. تمام. شوفوا اللون كده بدا يتغير ويبقى يدي لون العجوه. لما يأثر بقى خلاص على النار وتصفى الميه هنبتدي نفرم. اخر مرحله بقى هي زي ما انتم شايفين كده، خلاص نشفت من الميه فيها تماما، وهنبتدي بقى نفرمها في الكبه وتهدى بقى ونحطها في الفريزر في اكياس. وممكن تحطي عليها سمسم لو حابه، في ناس بتحط عليها سمسم، فانا بستكفى بقى بالعجوه والسمسم بقى بستعمله في المعجنات طبعا.
افرميها بقى يا بالكبه بالهرسه. انا قعدت بقى، انا خفت لحسن اعملها بالكبه زي المره اللي فاتت، حرقت لي الكبه. وبعد كده خلاص بتحبيها بقى ايه في الاكياس وتشيليها في الفريزر وتحفظيها. يلا ده كان فيديو النهارده عن احلى عجوه. هنعبيها بقى ونكيسها بس لما تهدى شويه ونشيلها بقى. حابه تحطي سمسم في قلبها مفيش مشكله. السلام عليكم اهلا متابعين. النهارده هنعمل نحول البلح الناشف الجاف بتاع رمضان ده لعجوه. الاول بنكسر البلح تكسيره كويسه وبنشطفه شطفه كويسه، واللي بنلاقيها مسوسه من جوه بنرميها وبنتلاشاها. وبعد كده بننقع البلح نص ساعه كده في الميه عشان يطرى معانا ونقدر نتعامل معاه ونحول البلح اللي هو الرمضاني ده لعجوه. تابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده بنزل بالبلح بتاعي عشان لو في شويه تراب ورمله او اي حاجه بغسله غسله كويسه. وبعد كده بننقعه في ميه لحد ما يطرى عشان يسهل عليه عمليه اللي انا بحوله لعجوه. نقعت البلح نص ساعه لما طبعا ما صبنت المواعين وصفيت الحوض وتمام التمام. قلت بقى ايه نكون خدت تنقيعته، وحطيت له كوبايتين من ميه، وهنحط قلوص كده كوبايه سكر ناشف، لان طبعا احنا مش هنعتمد على حلاوه البلح ده اللي مش بيبقى حلو زي العجوه طبعا. وهسيبه يؤثر على النار على ما اصلي العشاء ونعمل احلى عجوه. شايفين كده بقى البلح بدا يتاثر على النار، وهديت عليه النار كده على النار هادي لحد ما كل البخار ده يصفى، والميه اللي حوالين اللي احنا حاطينه كوبايتين الميه دول يصفوا، ويكون شرب من السكر والسكر اتبلور. بعد كده نحط له معلقه سمنه او زبده بقى. عندك زبده حطي، عندك سمنه بنكهه الزبده زي دي اللي هي السمنه قلت اللي هي جنه اللي هي بنكهه الزبده النيوزيلندي. لو لقيتها مش بنفس النكهه ما كنتش عملتها، كنت عملت انا فعلا عندي زبده بس انا هعمل بالسمنه دي كده، لان هي فعلا طعم الزبده النيوزيلندي اللي احنا بنعمل بيها فعلا يعني حرفيا. فانا عشان كده شغاله بيها. وهسيبها بقى ريحتها، بص اول ما طلعت ما حطيتها ريحتها والله طلعت عليا. وهسيبهم يقصروا على النار كده لحد ما البلح يتهري ويتهرس، وبعد كده نحوله بقى لعجوه. شايفين البلح بدا يتحول للون العجوه كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسيب بقى لحد ما النار خلاص الميه دي خلاص تتكثف، وبعد كده نروح ضاربينه في الكبه. بس انا خايفه المره دي الكبه تتحرق، المره اللي فاتت اتحرقت وانا بعمل. ونسيت اقول لكم على حاجه، السكر مش بيتبلور، السكر بيبوش. اصلا انا غلطت في كلمه ان هو بيتبلور، لا ما بيتبلورش، السكر بيبوش. تمام. شوفوا اللون كده بدا يتغير ويبقى يدي لون العجوه. لما يأثر بقى خلاص على النار وتصفى الميه هنبتدي نفرم. اخر مرحله بقى كده زي ما انتم شايفين كده خلاص نشفت من الميه فيها تماما، وهنبتدي بقى نفرمها في الكبه وتهدى بقى ونحطها في الفريزر في اكياس. وممكن تحطي عليها سمسم لو حابه، في ناس بتحط عليها سمسم، فانا بستكفى بقى بالعجوه، والسمسم بقى بستعمله في المعجنات طبعا. افرميها بقى يا بالكبه بالهرسه. انا قعدت بقى، انا خفت لحسن اعملها بالكبه زي المره اللي فاتت، حرقت لي الكبه. وبعد كده خلاص بتحبيها بقى في الاكياس وتشيليها في الفريزر وتحفظيها. يلا ده كان فيديو النهارده عن احلى عجوه. هنعبيها بقى ونكيسها بس لما تهدى شويه ونشيلها بقى. حابه تحطي سمسم في قلبها مفيش مشكله. ده كان فيديو النهارده عن تحويل البلح الناشف المجفف اللي هو بتاع رمضان لعجوه. زي ما انتم شايفين العجوه طريه ازاي، شايفين ازاي الطراوه اهي. دي هنعمل بقى بيها هنعمل بيها كعب غزال، وهنعمل بيها قرص، وهنعمل بيها كل المعجنات بقى اللي هي بتستخدمي فيها العجوه، او كحك او معمول اي حاجه بقى، اي حاجه بقى اي نوع ما. حابه تحطي سمسم حطي، حابه تسيبيها كده ساده زي ما انتي عايزه. او زي ما انتم شايفين الطراوه اهي. يلا كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. ده كان فيديو النهارده عن تحويل البلح الناشف المجفف اللي هو بتاع رمضان لعجوه. زي ما انتم شايفين العجوه طريه ازاي، شايفين ازاي الطراوه اهي. دي هنعمل بقى بيها هنعمل بيها كعب غزال، وهنعمل بيها قرص، وهنعمل بيها كل المعجنات بقى اللي هي بتستخدمي فيها العجوه، او كحك او معمول اي حاجه بقى، اي حاجه بقى اي نوع ما. حابه تحطي سمسم حطي، حابه تسيبيها كده ساده زي ما انتي عايزه. او زي ما انتم شايفين الطراوه اهي. يلا كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.